تعالوا بسرعة اقول لكم على طريقة طاسة السجق في البيت بطريقة اشهر المحلات، وبتتعمل بسرعة جدا للناس المستعجلة اللي ما عندهاش وقت، راجعة من الشغل عايزة تعمل غدا بسرعة. ديت هتبقى انسب حاجة ليكم. يا سلام عليها بقى مع عيش بلدي طازة كده، يعني هتبقى مش محتاجة اي حاجة تانية. تعالوا بسرعة نعرف الطريقة. هنجيب طاسة على النار وهنحط فيها معلقة سمنة واحدة، بس ما نكترش السمنة لان السجق بينزل سمنة كمان منه. وهنجيب نضرب في الكبة بصلاية على كام فص توم كده، ما نكترش برضو، وطماطمية وقرن فلفل حامي او بارد، يعني حسب انتوا بتحبوا ايه. وهنا هنفضل نقلب في البصل يعني لغاية ما يصفر، ما نسيبهوش ان هو يحمر زي بتاع الصلصة كده، لا يعني يدبل ويعني يصفر شوية كده. اول ما يصفر ننزل عليه الطماطم مع الفلفل ونقلب فيهم شوية. الوصفة النهاردة بسيطة ومش محتاجة مكونات كتير، وكل اللي هنحتاجه طماطمية وقرن فلفل وبصلاية وكام فص توم وملح وفلفل اسود بس. حتى التوابل مش هنحتاج توابل كتير. وهنا هنقلب في الطماطم شوية لغاية ما تدبل كده، يعني احنا عايزينها تتسبك شوية. فلما نقلب فيها شوية كده هنحط عليها نص كوباية مية ونغطيها ونوطي عليها. وكل شوية يعني نبص عليها ونقلب فيها شوية عشان ما تتحرقش مننا. كل الوصفة ديت مش هتاخد وقت معاكي خالص، يعني بكتيرها قوي يعني ربع ساعة كمان، مش هتكملها كمان. جاية من مشوار وما عملتش اكل، اخر الليل جعتوا، جايين من الشغل وعايزين حاجة سريعة، ديت انسب اكلة واحلى اكل، صدقوني جميلة جدا. ومكونات بسيطة خالص، يعني مش هتحتاجوا اي حاجة. كل اللي احتاجناه نص كيلو من السجق. انا غسلته كويس وقطعته على نصين عشان ما يتقطعش مني ولا ينزل الحاجات اللي فيه كتير. احنا هنا ما حطيناش غير ملح وفلفل اسود بس، لان السجق بيبقى فيه توابل، فما كترناش التوابل ولا حطينا اي توابل تانية، لان هو بيبقى محطوط له دهون وتوابل كتير. صدقوني جربوا الطريقة ديت، بسيطة وجميلة ومش مكلفة. وكل ما يكون نوع السجق نفسه كويس كل ما هتكون احلى. يعني ده سجق بلدي فكان طلع خطير بصراحة. هنا قلبناه تقلبتين بس، ما قلبناش فيه كتير عشان ما يتقطعش ويطلع اللي جواه. احنا قلبناه تقلبتين بس وغطيناه وسبناه. وكل فترة قليلة كده برجع اقلب فيه تاني، كلها يعني ما خدتش ال10 دقايق. يعني هو كده خلاص، هو كده دخل في السوا. وبصوا هنا قلتلكم ما تحطوش سمنة كتير لان هو بينزل دهون كتير منه، فعلى قد ما تقدري ما تحطيش فيها دهون كتير. طعم البصل مع الثوم مع الفلفل الالوان مع الطماطمايه، يعني هي مكونات مش كتير بس مخليه طعمها رهيب. تعالوا بقى شوفوا لي الطعامه واللذاذه والطعم الخطير والحاجات الحرشه كده هتعجبكم جدا. يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وكومنت واشتراك في القناه عشان تشجعوني وانزل لكم كل جديد. يا سلام لو عملنا جنبيها بطاطس محمره، مخلل، اي حاجه حرشه كده جنبيها هتبقى خطيره.